ازيكم عاملين ايه؟ النهارده كده هنعمل طبق غدا متكامل. ينفع في الرحلات والمصيف وينفع يتاكل في اي وقت، وطعمه لذيذ والولاد هتحبه، وسهل جدا وسريع وهيخلص في ثواني. بصوا بقى الجمال والحلاوه يا ولاد، شايفين جمالته وحلاوته؟ بصوا، تحفه فنيه تحفه فنيه. يلا بينا نبدا في مقادير وصفتنا. معنا اول حاجه كده رز نقعينه بسمتي، ومعنا بصلايه. هناخد البصلايه دي هنقطعها كده، حابين تضربوها ضربه خشنه في الكبه تمام، بس انا بقطعها عادي يعني بالسكينه. زي ما انا قلت لكم، عندكم كبه وحابين تضربوها في الكبه تسهلوا على نفسكم، مفيش اي مشكله. هقطعها كده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده صغيره، واحنا بنقطع كده. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه، حطوا صباعكم حالا بالا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين ما تنسوش اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك. هنا كنا خلاص قطعنا البصل، حطيت عليه كده قطعة من السمنة، تكون حتة كده معتبرة علشان الرز بيحتاج سمنة كتير علشان ما يعجنش معاكم. نقلب بقى كده السمنة مع الرز، قصدي مع البصلة. احنا مش حابين البصلة دي تاخد لون جامد، ولكن حابين البصلة بتاعتنا تبدأ تصفر. ماشي، هنفضل نشوح فيها كده تشويحتين تلاتة، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. حطوا اللايكات وشيروا لاصحابكم، وما تعملوش تخطي للاعلانات عشان ما زعلش منيكم، وقعدوا في الفيديو للاخر. اهو شوحنا كده البصلايه زي ما انتوا شايفين، وبعتذر لكم عن الزماره اللي انتوا سمعتوها. قلب بقى كده في البصلايه تشويحه كده متينه، بس ما تاخدش لون، تشويحه. ماشي، هبدأ دلوقتي ابهر. معانا هنا قرفه خشب، مش بحط عود كامل عشان مش بحب طعمها يبقى جامد. مش بحط عود كامل عشان ما يبقاش طعمها قوي. فصين كده من الحبهان. الكميه دي بقى اللي انتوا تحطوها، يعني كميه البهارات دي زي ما بتحبوا تحطوها. فصين كده من القرنفل. وهنحط بقى دلوقتي الاساس بتاعنا اللي هو كركم وكاري. ممكن تحطوا ورق لورا لو حابين، وممكن تحطوا اللومي اللي هو الاسود ده، بس انا ما عنديش. ماشي، نقلب بقى هذا الكلام كده، نشوح البهارات بتاعتنا كده مع البصل عشان ريحتها تطلع كده وتفحفح. الوصفة دي يا ولاد تنفع تعملوها وانتوا رايحين مصيف كده، تطلعوا الولاد يجوا من البسين او من البحر، يلا حط ده على ده، كل واحد ياخد طبقه كده، وتبقي سهلتي على نفسك كمان غسيل المواعين. اهو نزلنا كده بقى بالرز بعد ما البهارات بتاعتنا اتشوحت كده مع البصله. هنزل كده بالرز زي ما انتوا شايفين، كنت نقعاه، مش بنقعه كتير، او بس عقبال ما اقطع البصل واشوحه يعني عقبال ما بجهز له، بس مش بخليه يتنقع كتير. وطبعا كل واحد حسب نوع الرز بتاعه، لان في انواع رز كتير جدا. طبعا كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين ميه. انا زي ما قلت لكم قبل كده بشوف عدد الكوبايات قد ايه، وبروح شايله كوبايه، لان انا نقعاه. لو مش نقعينه بتحطوا كل كوبايه عليها كوبايتين، ما تشيلوش الكوبايه الاخيره اللي انا قلت لكم ايه عليها. حطوا اللايك، حطوا اللايك يا ولاد. اعطينا كده الرز تشويحه، هبدا بقى احط له كميه الميه بتاعته. اهو هنا خلاص حطيت كميه الميه، هبقى احط له بقى الملح، وهحط له كده رشه من الفلفل، وهنحط حاجه كمان، استنوا. رشه كده من الفلفل الاسود، وهحط مكعب مرقه خضروات. ممكن تعملوا لو حابين بقى وجبه كامله بقى، خضار ورز وفراخ وكل الحاجات دي، تحطوا بسله وجزر في التشويحه مع البصله كده. اهو هحط مكعب مرقه خضار بس. اديله بقى التقليبه واسيبه يغلي على نار عاليه لغايه ما يتشرب الميه بتاعته، وبعدين بوطي عليه واحط له الشياطه بس كده. نغطي بقى ونسيبه ياخد ويدي بشكل ودي.
نظبط بس الغطا عشان يبقى الرز محكم. بصوا هو بدأ الغطا محكم على الرز وما يطلعش ايه البخار اللي فيه ويبقى ني. بدأ يغلي اهو، هديله بقى تقليبة واقفل عليه تاني لغاية ما يتشرب ايه ميته. شايفين ازاي يا ولاد؟ لونه تحفة. مش بحب يبقى لونه غامق قوي، بحب يبقى لونه كده ايه متوسط. هنيجي هنا بقى للفراخ. هنعمل فراخ كده زي الشاورما. على فكرة الوصفة دي تنفع شاورما سوري، بس هي ناقصها حاجة واحدة، ان احنا نحمر عيش ونحط عليه ونحطه مع الكلام ده بس. الفراخ اللي انا بعملها دي يا ولاد تنفع ان هي تتعمل سندوتشات، تتعمل حشوة لمكرونة، لجلاش كده يعني. هنقطع بقى الفراخ البانيه زي ما انتم شايفين كده قطع. انا بحب اقطعها قطع رفيعه، والتقطيعه دي طبعا زي ما تفضلوا تقطعوها. اهو قطعتها كده شرايح ورجعت قطعتها كده بالعرض علشان تبقى قطع صغيره كده وايه وحلوه ولذيذه. حطوا اللايكات يا ولاد وشيروا لاصحابكم. حطوا اللايكات واعملوا الوصفه دي. لو رايحين مصيف ممكن تعملوها، تعملوا الفراخ دي وتحطوها في الفريزر، واما تروحوا تعملوا شويه الرز دول وتاخدوا الفراخ وتحطوها على الرز وتمام ولوز اللوز. اهو هنقطع بقى الباقي الدجاج بنفس ذات الطريقه. اهو شايفين ازاي؟ هكمل بقى الفراخ دي ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده قطعت الفراخ. معانا هنا فلفلايتين هقطعهم كده مكعبات برضو زي ما قطعت الفراخ، ونحاول بس ايه ما تبقاش في حتت كبيره قوي يعني وتبقى واضحه قوي. يعني نحاول كل حجم التقطيعه تبقى ايه مناسب مع بعضياته يا ولاد. وحطوا اللايك بقى، اقعدوا في الفيديو للاخر، اوعوا تغيروا محطه ولا تروحوا في اي حته عشان ما ازعلش منيكوا. حطوا اللايكات يلا. اهو قطعنا كده الفلفلايه زي ما انتوا شايفين، اي تقطيع بس نحاول ان احنا نخليها يعني ايه متناسب مع حجم الفراخ. كده فاضل لنا حاجه. هقطع بقى انا الفلفلايه التانية دي، ويبقى فاضل لنا حاجه واحده بس هنقطعها اللي هي البصل. طبعا كميه البصل حسب ما انتوا تحبوا. انا بحب البصل يكون كتير فحطيت حبة معتبرين يعني مش كتير قوي، حبة متوسطين، وطبعا ده براحتكم. كمان بحس ان البصل بيزود الكمية كده وبيخلي طعم الرز مع الفراخ مع يعني بيبقى طعم ميكس رهيب يا ولاد. هنقطع كده البصل بس اكبر من تقطيعة البصلة بتاعت الرز. ماشي. هي الوصفة دي بتحتاج بصل كده كتير شويتين، ولكن لذيذة والله لذيذة، بتتعمل وتتنسف في ثواني. اهو تمام قوي كده. ولوز اللوز حلو قوي كده. تمام يا ولاد، تمام التمام. اهو بصوا بقى، شايفين؟ قولوا شايفين، قولوا شايفين. بس حلو قوي كده. هقطع بقى باقي البصل ونشوف هنعمل ايه. اهو الرز بقى اتشرب هنا، شايفين ازاي؟ مفلفل وتحفة ازاي يا ولاد؟ والله والله رهيب. يعني ما دعوه بالحبه اللي وقعوا دول، رزق البوتاجاز. خلاص كده تمام. هغطيه بقى واسيبه ايه لغايه ما يستوي. كان فاضل له حاجه بسيطه اهو. هنا انا مهديه عليه وحاطه الشياطه، وهنا معانا ووك كده على النار في حته من السمنه. هننزل كده بالبصل اللي احنا قطعناه وهنديله كده تشويحه في السمنه. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ لسه طبعا لسه ما حطيتوهوش.
شايفاكوا انا بتوع الكاميرا المخفيه. ما نحطش سمنه كتير، حته كده من السمنه، حوالي معلقه كبيره كده. ونقلب بقى هذا الكلام مع بعضه، البصل كده يتشوح لغايه ما يبدا يصفر. هنقلب فيه كده، نفضل ايدنا فيه لغايه ما يبدا يصفر، ونشوف هنعمل ايه تاني. اهو هنقلب بقى كده فيه زي ما انتوا حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين. بصوا هنا بدأ يدبل ازاي، برضو ايدنا فيه عشان ما البصل اللي على الحروف ده يا ولاد نلمه برضو، عشان بيتحرق كده ولونه بيغمق. فما اما نيجي نقلب نلم اللي على الاطراف، علشان ما يبقاش فيه لون كده مش تمام في الوصفة. ماشي تمام قوي كده. اللوز كل ما اجي اسجل صوت لازم صوت العربيات والتزميرات والنيلات، بعتذر عن هذا الكلام. هنقلب بقى كده يا ولاد. هننزل كده بالفلفل، مش مركزة. هننزل كده بالفلفل على البصل، هنديله تقليبة كده بس بسيطة. لو كنت نفسي تسمعوا صوت التش كده بتاعت البصل والفلفل. هننزل بقى بآخر حاجة معانا، ألا وهي الدجاج. انا مش هقفل الصوت تاني، اللي عايز يزمر يزمر يا ولاد براحتكم، كأنكم هنا في الزفة. هنقلب بقى هذا الكلام، نقلب الفراخ كده كل ده على نار عالية عشان الفراخ ما تنزلش ميتها وتبقى ايه مش جوسي كده، لا هتبقى متفلة كده يا ولاد. هنقلب بقى كل هذا الكلام مع بعضه زي ما انتوا شايفين، ونبدأ نديله تقليبة، وبعدين ايه نبهر اهو. شايفين اديله الاول تقليبه، وبعدين ايه ابدا يكون اول ما الفراخ كده تبدا تاخد لون ابيض كده، هبدا ابهرها يا ولاد. مش هنحط بهارات كتير، هنحط كده شويه من الكاري، وحبه من الفلفل الاسود، وايه تاني، ومكعب مرقه دجاج، لا مكعب مرقه خضروات، وملح. بس هنحط حبه الملح، ما نكترش الملح عشان هنحط مرقه دجاج، ومرقه الدجاج الخضار قصدي بيكون فيها ملح. معلقه معايا مرقه الدجاج النهارده، مش عارفه ليه يا ولاد. اهو مكعب مرقه خضار، والله مكعب مرقه خضار والله. هنقلب بقى كده الفراخ كده تقليبه متينه عشان كله يبقى مع بعضه، وكله ياخد من البهارات اللي احنا حطيناها، وتبقى تمام التمام. اهو شايفين بس حلو قوي كده. هنجيب بقى شويه، الريحه بقى كانت هنا ايه ما اقولكوش يا ولاد، واو تحفه. خلاص بقى هجيب شويه كده من الميه احطهم، بس عشان هي الفراخ دي مش بتاخد سوا، بس البصله ساعات بتبقى بتقرمش بسيط كده، فاحنا ايه حابين بس القرمشه دي تستوي بس. هنسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي اهي. بصوا بتكتك ازاي وتمام كده. كان فاضل لها حبه بسيطه تتشرب بس شويه الميه دول وخلاص، يبقى احنا كده تمام. هدوق بس كده قطعه من الدجاج ده، لذيذ والله لذيذ. كانت لسه شويه او شويه. احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطه، جربوها قولوا لي رايكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.